سيادة اللواء الشافعي محمد حسن مدير أمن الفيوم. أهلا بيك سيادة اللواء. مدير أمن الفيوم. سيادة اللواء أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ممكن بس نستأذنك يعني توطي شوية صوت التلفزيون؟ ماشي تمام. اتفضل يا فندم. كنا حابين نعرف من حضرتك الوضع الأمني والحالة الأمنية في الفيوم. احنا عندنا عقب صلاة الجمعة تجمع حوالي 2000 ونص من عدة مساجد، وعمل مسيرة انطلقت من مسجد الشبان وأمام مسجد الشبان المسلمين، بيمر في المدينة، يعني بيعملوا مسيرة في المدينة، ولغاية دلوقتي المسيرة سلمية وبتمر في المدينة واحنا متابعينها، يعني ما فيش أي احتكاكات مع أحد من المواطنين. يعني المسيرة دي بتجوب الشوارع المدينة، ما فيش أي أحداث اشتباكات أو عنف وقعت يعني؟ لا، هي ما زالت بتجوب المدينة وما فيش أي أحداث، ولغاية دلوقتي سلمية يعني، ولأن طبعا ما تعرضتش لأماكن عامة ولا أماكن شرطية، ولا مشيت قدام أماكن شرطية ولا الاسم ولا المديرية ولا أي حاجة، وبالتالي طالما ما هي كده خلاص يعني ما احنا بالنسبة لنا ما فيش مشكلة. طب كان في معلومات أو أنباء إن في اشتباكات وقعت في قرية الموالك مركز أبشواي؟ لا، هي قرية الموالك دي امبارح كان الأهالي هم الأنصار المعزول كانوا عايزين يعملوا مسيرة يعني بعد العشاء، فالاهالي قالوا لهم لا، الكلام ده احنا تعهدنا قدام القيادات بتاعت المديريه انه ما فيش مسيرات وكلام من ده، ومنعوهم عنوه، وما فيش يعني ما فيش اشتباكات بالمعنى المفهوم يعني. انما منعوهم ان هم يعملوا اي اشتباكات، وزي ما انت عارف احنا خارج مدينه الفيوم ما فيش اي مسيرات نهائي في المراكز والبلاد دي كلها، لان الناس كلها خلاص تفهمت الوضع والامور استقرت على هذا الاساس. طيب سيادة اللواء، ماذا عن الاحتياطات والتدابير الأمنية اللي بتتخذوها في الفيوم؟ لأن كان الفيوم كانت بؤرة يعني الأيام اللي فاتت، شفنا مسيرات فيها، وشفنا من فترة من أسبوع الهجوم على مديرية الأمن. لا، احنا طبعا احتياطات جامدة جدا موجودة، وجاتنا أجهزة ومعدات حديثة، معدات خاصة بالرصد والتصوير، وتم تركيبها في الميادين وفي المساجد عشان نعرف بس مين اللي بيعمل الحاجة دي، هو معاه سلاح عشان ما نظلمش واحد برضه بينضحك عليه، او واحد ماشي في المسيرة كده بعشوائية بدون فهم، لكن لازم نعرف المدبر واللي بيجمع الناس دي واللي بيمولها واللي بيشيل سلاح اثناء المسيرة يضرب ويجري، وطبعا اللي بيتضرب او اللي بيتمسك بيبقى راجل بريء ومالوش دعوة خالص. بالاضافة لشوية اللصوص والحرامية اللي بيمشوا مع المسيرة اللي بيجيبوهم المجموعة دي عشان خاطر طبعا استفادات خاصة بيهم. فاحنا طبعا بنرصد الناس دي كلها عن طريق الأجهزة دي الحمد لله، وجبنا الأجهزة دي وركبناها في الميادين وفي الأماكن الهامة كلها. هل خلال الساعات الماضية وحتى الآن يعني حصل ضبط لبعض الخارجين، ضبط لأسلحة نارية أو غيره؟ ده احنا بقالنا 3 أيام في عمليات، وظبطنا حوالي 43 واحد من الناس اللي تعدوا على ضباطنا وعلى افرادنا واستولوا على سلاحنا وهربوا مساجيننا، وعرضناهم على النيابه العامه في بناء على قرارات ضبط واحضار، وقررت النيابه حبسهم 15 يوم بتهمه اقتحام الاقسام وحرقها وقتل الافراد اللي فيها وسرقه السلاح، يعني عده جنايات. وان شاء الله باذن الله كده بالقانون هناخد حقنا ان شاء الله، ان شاء الله هياخدوا عقوبات رادعه ما تقلش يعني عن المؤبد والاعدام ان شاء الله باذن الله. ده بالنسبه لضبط 43 فرد، يعني في اتهامات موجهه اليهم بالاعتداء على اقسام الشرطه، في اي مضبوطات اخرى سياده اللواء؟ طبعا ظبطنا معاهم بعض الاسئله اللي مسروقه من عندنا. ده احنا ظبطنا اسلحه آلي واسلحه خرطوش من بتاعه الغفراء، وظبطنا اجهزه خاصه بينا، اجهزه اللي كانت في النجده، اجهزه اللاسلكي اللي موجوده اللي بيتجهز بيها الافراد والظباط. ده في واحد سارق بونات بنزين جبناها لقيناها في بيته. فالعمليه يعني الحمد لله مؤكده وموثقه، والناس اللي ظبطت دي وغيرهم بنأكد لهم ان شاء الله هياخدوا احكام، واحكام باذن الله هتبقى رادعه ليهم ولغيرهم. بالاضافه بقى للمحرضين، المحرضين احنا ما سيبناهمش، احنا حددناهم وحصرناهم
وادوا ازاي وادوا مين ومين اللي قبض ومين اللي خد فلوس واتفقوا فين وقعدوا فين ومع مين والكلام ده كله. أشكرك شكرا جزيلا لواء الشافعي محمد حسن.